بيجري ورا الفلوس عمره ما بيشبع، واللي بيجري ورا رأي الناس عمره ما بيرتاح. احنا بقى نواجه نفسنا. احنا لما بنقع بنستسلم ولا بنقوم؟ كل ما بنفشل في حاجة بنجرب تاني ولا بنرمي الفوطة؟ النجاح مش انك ما تقعش، النجاح الحقيقي انك لما تقع تقوم. الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها، إرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا وياك رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. النهاردة هنتكلم عن النجاح. إيه هو النجاح؟ يعني إيه تبقى ناجح؟ فلوس؟ شهرة؟ عربية؟ ناس بتشير اسمك؟ ولا النجاح حاجة تانية خالص؟ إحنا بقينا في زمن نقول على كل حد غني ومعاه فلوس إن هو ناجح، كل حد مشهور ناجح، على الرغم إن في ناس كتيرة قوي أغنياء بس ضايعين، ناس مشهورين لكن فاضيين، في ناس بسيطة لكن عظيمة. انت بقى عايز تنجح ليه؟ علشان الفلوس؟ ولا علشان تعيش مرتاح؟ ولا علشان تثبت حاجة للناس؟ ولا عشان تهرب من وجعك ومشاكلك؟ ولا عشان يبقى ليك قيمة بجد؟ في مرة كنت بتعشى مع أحد الناس اللي ناجحين بجد في مكان في مصر الجديدة، قال لي جملة وقتها ما فهمتهاش. قال لي اوعى تشتغل وتنجح علشان الفلوس. وبعدين فهمت ان اللي بيجري ورا الفلوس عمره ما بيشبع، واللي بيجري ورا رأي الناس عمره ما بيرتاح. احنا بقى نواجه نفسنا. احنا لما بنقع بنستسلم ولا بنقوم؟ كل ما بنفشل في حاجة بنجرب تاني ولا بنرمي الفوطة؟ النجاح مش انك ما تقعش، النجاح الحقيقي انك لما تقع تقوم. انت مش في سباق سرعة مع حد، انت في رحلتك انت. خد بالك وانت في الرحلة هتقع كتير وتغلط كتير وتتعب كتير، بس اللي بيوصل هو اللي بيكمل. مشكلتنا اننا بقينا نستسهل الاستسلام مع اول مطب، مع اول مشكلة، مع اول اخفاق بنستسلم. وهو ده اللي عملته فينا السوشيال ميديا. عايزين كل حاجة بسرعة، ما تعودناش على المقاوحة والمعافرة، وان انا لازم احاول لحد ما اوصل لهدفي. ما تعودناش على كده، عايزين سريع، حياة سريعة، نجاح سريع، كل حاجة بسرعة. ربنا قال وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني مفيش حاجة من غير سعي، ولا نجاح من غير تعب، ولا تغيير من غير مجهود. النجاح الحقيقي مش كان في البنك ولا كان صورة على السوشيال ميديا. النجاح الحقيقي انك تكون احسن من امبارح، انك تعرف ازاي تسيطر على نفسك، انك تكون انسان بجد ليك كلمة ويعتمد عليه وليه اثر، انك تبني عقلك ويكون عندك روح قوية وعلاقة كويسة جدا بربنا عز وجل. لازم تقول لنفسك
أنا هقع وأقوم، أنا هتعب وأكمل، أنا هفشل وأتعلم، لأن دي حياتي أنا ورحلتي أنا، ومفيش حد هينقذني غيري أنا. ربنا شايف كل محاولاتك، شايف دموعك. اصبر، ثق بربك، مفيش حاجة عند ربنا بتضيع، كل حاجة عند ربنا محسوبة، كل خطوة حتى لو كانت النتيجة مش ظاهرة لك. خلي عندك ثقة في ربنا عز وجل وثقة في نفسك وكمل. النجاح مش حلم، النجاح قرار، والقرار في ايدك. والسلام.